السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا جميعا على قناتكم كشف الكنوز. حياكم الله. إن شاء الله جميعا تكونوا بصحة جيدة وعافية، وحفظ الله الجميع من جميع الأوبئة ومن جميع الابتلاءات. نسأل الله العافية للجميع، جميع المسلمين، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، نتحدث ونستكمل في هذا الفيديو دروس الأسياخ النحاس والبحث الاستشعاري الذاتي. طبعا إخواني، من خلال تجربتي في السنين الطويلة مع أسياخ النحاس مع غيرها مع كلنا، نتحدث عن البحث في أحادي البحث وثنائي البحث. يعني إن كان معك سيخ نحاس، كان معك السيخين، إن كان معك كروم، إن كان معك أي شيء، بحث استشعاري ذاتي. إخواني الكرام، ملاحظات كثير هامة قد لم يذكرها الكثير أو البعض من الإخوة اللي عم يشتغل في هذا المجال، وخاصة بين قوسين السياخ النحاس. تكلمنا عن السلبيات، تكلمنا عن الصعوبات في موضوع الأسياخ النحاس، ولازم الجميع يعرف هذه السلبيات قبل ما يعرف الإيجابيات. يعني تحتاج الأسياخ إلى خبرة، إلى شخص متمرس، وحتى أصحاب الخبرة يقعون في الوهم وفي الأهداف الوهمية. طبعا أول شيء راح نعطي إخواني معلومات عن تجربة شخصية مررت بها واستفدت، وحبيت أفيدكم عشان تستفيدوا، وما الجميع يحفر حفر عشوائي ويعني يستهلك التعب والجهد وبدون فائدة. أول شيء إخواننا، بالنسبة للبحث الاستشعاري أو بأسياخ النحاس أو إن كان بغير شيء، طبعا أنا شخصيا أبحث في الأشياء اللي صنعتها أنا. حتى الناس إذا سألتني يعني يسألوني كثير، وأكثر شيء أشتغل في جهاز TX Smile Gold. طبعا ما بدي أظهر، حتى في كثير بيقولوا إنه مشان يعني دعاية إلى الجهاز أو كذا، والحمد لله رب العالمين لسنا بحاجة، إنما نتكلم مشان نوضح يعني فقط. هلا خلينا نحن يعني نتكلم بالبحث الكامل الشامل الاستشعاري، ونخص في أسياخ النحاس. إخواني الكرام، بالنسبة لأسياخ النحاس، أول شيء نختار التوقيت. هل لأسياخ النحاس توقيت؟ نعم. أخي الكريم، التوقيت هام جدا في أسياخ النحاس. طيب، متى التوقيت الصح وماذا يؤثر توقيت الخطأ؟ أخي الكريم، التوقيت الصح يبدأ من بعد الفجر قبل شروق الشمس، وينتهي عند الغروب وبعده. هذا الوقت يعني عفوا هو من بعد الفجر، من بعد شروق الشمس، قبل شروق الشمس عفوا، إلى عند الغروب وبعد الغروب. هذا الوقت كله يعني وقت صحيح، ما في مشكلة فيه يعني. تمام إخواني الكرام. أما عند الظهيرة وعند العصر وعند الزوال، هذه الأوقات هي تعكس إخواني أحيانا فشل أسياخ النحاس أو البحث الاستشعاري. لماذا؟ طيب إخواني الكرام، أشعة الشمس الحارة التي تضرب على الأرض تؤثر بشكل أو بآخر، بشكل كبير، يعني أنا رأيت هذا الشيء، تؤثر على تهيج الموجات الكهرومغناطيسية الأرضية، وتؤثر على أيضا الصخور الممغنطة أو نحن نسميه الجاذبية الأرضية. فهذا يصبح عندك يعني الجيوكيميائية، الأرض الجيوكيميائية يصبح معقد في موضوع البحث جدا. فحتى نتفادى هذه الأمور وهذا الأمر، لأن سلبيات الأسياخ كثيرة، فنحن يعني مشان ما ندخل في كثير سلبيات، وضع إشكاليات في هذا الموضوع، يعني بالناقص أمر يعني. فنحن رح نتجاوز هذا الموضوع، ورح تستفيد أكثر إذا حددت التوقيت اللي حكينا عليه، تستفيد كثير أخي المتابع وأخي الباحث. طيب، هذا أمر. إذن التوقيت هام جدا جدا لموضوع سياخ النحاس. ثانيا، سيخ النحاس إخواني، كيف يلتقط الإشارة؟ إخواني الكرام، سيخ النحاس أو الأسياخ النحاسية أو البحث الاستشعاري لا يلتقط الإشارة بشكل مستقيم هكذا. يعني أنا مسكت بإيدي الأداة، تمام، توجه فيني هكذا، لن يلتقط الهدف بشكل مستقيم. هذه قاعدة خذوها إخواني واحفظوها. لا يلتقط الإشارة بهذا الشكل بشكل مستقيم أبدا أبدا. هو راح يلتقط الإشارة بشكل متعرج، نحن نسميه تعرج الإشارة. هكذا هي الإشارة الصحيحة، تأتي بشكل متعرج، تبدأ بهذا الشكل، ثم هكذا نتبع السيخ أو الباحث اللي معك أيا كان، ثم هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، حتى تصل إلى آخر المطاف إلى الهدف. فما في شيء اسمه راح يلتقط بشكل مستقيم ويلا
نمشي وراه وخلاص راح نوصل إلى الذهب ونوصل إلى الدفين والكنز وانتهينا فيه. ليس بهذه السهولة أخي، ليس بهذه السهولة توصل في هذا المجال. تحتاج إلى تدريب وتحتاج أيضا لفهم موضوع الإشارة. هذه انتهينا منها. إذن مررنا بالوقت أخي الكريم، مرينا أيضا بموضوع تعرج الإشارة. الإشارة مش مستقيمة، عشان تتفهم هذا الموضوع وتتبع كل تعرج له أهمية. الأمر الثالث وهو الأهم إخواني الكرام، الأمر الثالث هام جدا، وهو أنه الأسياخ النحاس فيها شيء غريب عجيب، وشيء يمكن ما ذكروا أيضا أكثر الناس في هذا الموضوع. أسياخ النحاس أو سيخ النحاس أخي الكريم لا يلتقط. هلا إذا جيت أنا على هذا المكان لنفترض، أو أنت جيت على أي مكان أرض، راح تبلش أمسكت السيخ، أمسكت الأداة بإيدك وبدك تبحث، تمام؟ لا راح يلتقط إشارة الذهب فورا من أول، يعني أول هدف بيصادفك في البحث مش أكيد مش ذهب. أول هدف راح يصادفك أخي الكريم هو الوهمي والصخور، الصخور اللي بنسميها نحن المشع، أو الصخور الكبريتية الرسوبية الممغنطة إلى آخره. الصخور المشعة الكوارتز وغيره ومشتقاته أشكال كثيرة، ويعني في حلقة حكينا عن هذا الموضوع. أول شيء راح يصادفك في أول البحث، يعني أنا مسكت الأداة تمام وجيت على هذه الأرض، مسكت هذا السيخ أو الأداة و يعني 10-20 متر أجاني هدف. هل هو ذهب؟ في 190 لا. أقولها عن تجارب كثيرة أخواني الكرام. أول هدف هو وهمي، هذا شيء لازم تحطه بعين الاعتبار. وثاني هدف وهمي لأنه فراغ سطحي، أو نحن بنسميها الفراغات السطحية. يعني هو مش قد يكون فراغ سطحي حقيقي قديم، لا، هي فراغات سطحية على وجه الأرض، فراغات أو قص حجري يمكن أن يسمى، يؤثر على الإشارة. أما الهدف الثالث هنا يجب أن نتحقق منه. يعني مرينا أول هدف، ثاني هدف، الهدف الثالث هنا نمتحن، وراح يكشف لنا 3 أهداف السابقة إذا كانت كلها فيها ذهب أو لا. طبعا قدمت أنا اختبار إخواني تجربة الذهب عن الفراغ، ويعني هذا الأمر يجب أن تعرفوا أخي الكريم. من حين ما أستلم السيخ وأبدأ وأول هدف خلاص راح أحفر، لا تحفر أبدا، لا تحفر، لأني راح يصادف كثير مشاكل وراح يطلع الهدف للأسف الشديد وهمي وليس صحيح. للأسف الشديد أيضا في أسياخ النحاس لا يمكن أن تميز المعدن بشكل صحيح، وممكن أن يخادعك الحجر الرسوبي المشع كثيرا، ويمكن أن يكون الهدف هو يعطيك معدن لكن لا يميز هل هو معدن ذهب صحيح، هل هو فضة، هل هو، يعني هنا الصعوبة في موضوع أسياخ النحاس. على إخواني هذه القواعد احفظوها جيدا. ما قلته لكم: التوقيت، تعرج الإشارة، النقطة الثالثة أول هدف لا، ثاني هدف لا، ثالث هدف يجب أن نتحقق منه، وسيكشف لنا الهدفين اللي راحوا من هل هما صحيحين حقيقيا أم لا. الآن إخواني راح نحكي عن التربيع حتى نوضح شيء للأخوة حينما يصادفك الهدف ويكون في تربيع كامل. حكينا عن التربيع كثير. هذا التربيع تمام إخواني، هذا أمامكم مربع، شايفين حدود المربع هذا تمام. كل ما هذا الخط، هذا خط مربع، هنا مركز التفاف السيخ أو الأداة اللي معك. يعني من هنا تغير اتجاهها، هنا يغير اتجاهها، هنا تغير اتجاه، وعند هذا الطرف أيضا تغير اتجاه. أصبح عندنا مربع تمام إخواني الكرام. هذا المربع هو بالحقيقة في الإشارة مصغر عن المربع الحقيقي. يعني هذا إذا معك السيخ أنت أخي الكريم ومعك الأداة اللي تبحث فيها، إذا بعدنا خطوة حوالي نص متر إلى هنا تمام أخي الكريم، راح أيضا يلف عنا ويصير عنا حدود مربع جديد. ليش؟ تمام إخواني الكرام، بس دققوا معي في هذا الموضوع عشان حصر الهدف بشكل صحيح بدون أي أخطاء. تمام إخواني الكرام، هذا المربع اللي رسمناه نحن نسميه الحدود الخارجية للإشارة. يعني هذا هنا تمام إخواني، هنا المربع الهدف الحقيقي، هنا حدود هذا المربع اللي عملناه، هذا هاي بنسميها إشارة ظاهرية للهدف. يعني المربع هذا الصغير اللي يحتوي الهدف عليه غلاف
غلاف خارجي. هذا الغلاف مربع. أنا كيف راح أكشف إذا كان معي السيخ مثلا إنه هذا هنا الهدف؟ هنا طريقة إخواني موضوع إسقاط كما قلت من قبل، يعني حينما يأتي هذا المربع الظاهري، تمام، هذا مربع الظاهري، خطوة واحدة فقط، لاحظوا، تمام، بإيدي السيخ، تمام، مثال، خطوة واحدة راح أيضا يغير. في حين نقطة التغير اتجاه السيخ هي بتحدد إخواني أنتهي من المربع الغلاف الخارجي للمربع الحقيقي للهدف. وأنا أعطيتكم طريقة هي أسهل، أنه أسقط من الغرب والشرق 30 سنتي، من الجنوب 30 سنتي، وأحصر الهدف. ممكن أيضا تكون بهذه الطريقة، لكن عندك في كل هدف مربعين، مربع صغير هو فوق الهدف نقطة الصفر بيجي، تمام، وعندنا مربع هذا هو اللي بيتشكل اسمه غلاف إشارة للهدف الحقيقي. هذا الغلاف لا تحفر منه، لأن هذا ما حتستفيد شيء، هذا كله على الفاضي. هنا لا تحفر. هذا المربع اللي راح يغلف الإشارة الحقيقية هو عبارة عن تردد للإشارة لمركز الهدف نقطة الصفر في هذا المكان. فأنت لا تحفر من هنا، أنت يجب أن تحفر نقطة الصفر من هنا، تتجاوزه كما قلت أحيانا 70 سنتي، خطوة إلى اليسار أو خطوة إلى اليمين، وراح يلف معك أيضا لفة صغيرة، يتكون عندك مربع الصغير. هذا أهم شيء إخواني الكرام، نقطة هامة جدا، أرجو أن يكون وصلت الفكرة. موضوع هذا هو المربع، في له مربع آخر راح يغلف الإشارة يجيبك على المربع. أنت لا تحفر في المربع الغلافي للإشارة، احفر في مربع الهدف هذا الحقيقي، هذا هو نقطة الصفر. يعني أنا راح ما أبلش من حفر من هنا، لا، أنا أبلش من حفر هنا. كل هدف إن كان وهمي وإن كان فراغ وإن كان أيضا ذهب أو فضة أو معدن ثمين، عليه هذه الإشارة. غلاف المربع الكبير هو غلاف خارجي ما له علاقة في الهدف، بس عبارة يعطيك غلاف خارجي إنه دخلت في منطقة الهدف الهالي، أو تسمى الهالي كما تسمون، ما في مشكلة. الغلاف الخارجي هذا هو غلاف الهالة الداخلية التي تحصل نقطة الصفر في الهدف. فأنا علي أشتغل على المربع الصغير هذا، أترك المربع الكبير. بين هذا وهذا إخواني يعني أغلب الأحيان بيجي 70 سنتي، أغلب الأحيان مرت معي من 70 المتر، ما في أكثر، يعني هذا أكبر شيء، يعني حتى إذا كان هدف كبير يعني. تمام إخواني الكرام، الأداة اللي بإيدك أخي الكريم، السيخ اللي بإيدك، اتجه فيه دائما بداية البحث. إن كان معك الأداة الاستشعارية، السيخ الواحد، ثنائي البحث أو أحادي البحث، ما في مشكلة، اتجه به إلى الشمال، يعني عطي ظهرك للشمال ووجهك للجنوب عند بداية كل بحث، لأنه آيونات البحث في هذا الاتجاه تكون سابقة أكثر من غيره، لا تكون وهمية وكاذبة. الوقت عرفنا، الاتجاه إخواني الكرام دائما عطي ظهرك للشمال، وجهك للجنوب، للقبلة يعني. تعرج إشارة مرينا فيه، التربيع ونقطة الصفر، وكيف المربع الغلافي للإشارة بتكون عند كل هدف. لازم أعرف هذا الشيء وأحصله عشان ما أبرك أحفر كله على الفاضي. وأحيانا قد يكون في هدف فأنا أحفر على الفاضي الغلاف وأترك الهدف المنتظف. تمام إخواني الكرام، نرجو أن يكون كل شيء واضح. اللي عنده سؤال يسألني في التعليق، أرد عليكم إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، ربي سبحانه وتعالى يرزق الجميع ويسهل على الجميع. السلام عليكم. لا تنسوا دعمنا باللايك، تفعيل زر الجرس، المو مشترك يشترك. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.